لعام 1955. انطلقت الرحلة 914 الداخلية التابعة لشركة الطيران الأمريكية من ولاية نيويورك إلى ولاية ميامي، وعلى متنها 57 راكبا إضافة لطاقم الطيران المكون من 4 أفراد. بدأت الرحلة بشكل عادي دون أدنى مشكلة، و3 ساعات طيران كانت كفيلة بإنهائها. لكن الساعات مرت ومرت ولم تظهر الطائرة لا في السماء ولا على رادارات المراقبة، ولم ترسل أي رسالة استغاثة أو إبلاغ عن مشاكل تقنية حتى. الأمر الذي أثار التوتر لدى المراقبين في ميامي، فتم الاتصال بمراقبي الملاحة الجوية في نيويورك ليردوا بأن الطائرة اختفت من الرادارات ولا أثر لها. فقام المسؤولون بعملية بحث عن الطائرة أو حتى حطامها ومحاولة رصد أي إشارة منها، لكن دون جدوى. أشهر من البحث ولم يجدوا أي شيء. لقد تبخرت